الحاج جعفر أبو النور وشهرته سعيد أبو النور 52 سنة، من مواليد قرية ميزو مصالح التابعة لمركز بركة السبع محافظة المنوفية، مرشح فردي مستقل عن دايرة بركة السبع 2014. الحاج جعفر أبو النور بيوضح إن ترشيحه لمجلس الشعب بيهدف لزيادة الخدمات اللي بيقدمها للفلاحين بصفة خاصة ولكل مصر بصفة عامة، زي ما أكد على إنه مرشح الغلابة والفقراء، وإنه مش هيسيب دايرته ويسافر للقاهرة زي ما غيره عمل. واكد كمان ابو النور على ان مشاكل الفلاحين والشباب تفضل دايما قدام عينيه ويشتغل على حلها. اضاف ابو النور في حوارنا معاه انه معروف جدا بالنسبه لاهالي الدايره الانتخابيه، وانه له دور بارز في خدمه الفلاحين وجلسات الصلح، وانه اجتماعي بطبعه ومتواصل مع كل الجماهير. ابو النور بيختلف عن غيره من مرشحين الدايره بانه متواضع ومتواصل باستمرار مع معظم اهالي الدايره. شارك ابو النور في حل كتير من المشكلات القبليه والعائليه داخل الدايره وخارجها، لأنه مؤمن جدا إن أهالي الدايرة أسرة واحدة ما ينفعش يكون في بينهم خلافات. زي ما ساهم أبو النور في إسراء الحياة الخدمية في فترة توليه لإدارة الجمعية المشتركة طول ال20 سنة اللي فاتوا، ده طبعا كان بالانتخابات على مستوى 24 جمعية زراعية، وده اللي أدى لإزالة العديد من الأعباء عن كاهل الفلاح والعامل داخل الدايرة وخارجها. أما عن تصوره للمرشحين وأعضاء مجلس النواب اللي جايين وإيه المطلوب منهم هيكلمنا عنهم في الحوار اللي سجلناه معاه. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ببدأ حديثي 4 كلمات بس فقط. احنا عايزين الله ربنا يكرمه إن شاء الله في هذا المجلس، أنا أو غيري أو إذا ربنا يوفقه، يبص بس الحق العامل وحق الفلاح بما يرضي الله، ويشوف الأسمدة ويشوف حقوق الفلاح إيه وحق العامل إيه، ويدي الواحد حقه، ويبص للطرق بتاعتنا، ويبص لحالنا ويبص لأوضاعنا. بس احنا مش عايزين حاجة أكتر من كده، الله في عمله بس وخلاص. ده هذا اللي أنا عايزه. ولما سألنا أبو النور عن المستودع والتعاون الزراعي وجمعية مصالح قال لنا: أنا في فترة عملي الزراعي وأنا ماسك قبل ما أمسك رئيس الجمعية وأنا رئيس الجمعية المشتركة، كان مستودع شنتين الحجر، مستودع الأنابيب بالنسبة لشنتين الحجر كان أغلق، وكان عايزين ينقلوه في أي بلد لأنه تبع الجمعية المشتركة، تبع التعاون الزراعي أساسا، تبع على حساب جاري الجمعيات. فأنا جريت ونقلته على طريق المشروع، كان طريق ترابة، وفضلنا وقلنا هنجري إن شاء الله هنرصف الطريق قلنا ان شاء الله هنرصفه، وعملت المستودع وجبت له موافقه وشغلته قبل الطريق ما يرتصف، لان كان ينتهي بقريه ثانيه. وفي الفتره ديت كان بيدينا عندنا التعاون الزراعي برضه، بنيناه وقفنا الحمد لله واستكملناه، وادينا ومسكنا التعاون قبل ما اسيبه واتفرغ للانتخابات، مسكناه احلى فلوس، وكان رصيده عدى المليون قبل ما اسيبه. جمعيه المصالح كذلك، وانا فيها عضو فيها ان شاء الله الحمد لله. فاحنا الحمد لله يعني عملنا عمل بما يرضي الله يشرف، وجبت له عربيه. انا من عربيه جبت المستودع، ما كانش في ايامها في رصيد عندنا في المستودع، اشتريت له عربيه على حسابي الخاص وشغلت المستودع، والحمد لله استكمل وربنا وفقنا، وجبت له موافقات واشتغلوا الحمد لله. وخلال حديثنا مع ابو النور اتكلمنا عن الجمعيه المشتركه وقال: بدانا دلوقتي حاليا نقلنا دلوقتي على الحفارات. انا كنت في الفتره دي قبل 2010 كنت سبته طبعا اتفرغت، كانوا هم هيجيبوا حفار له، سلمته للجمعيه، سلمت العهده طبعا للجمعيه وسبتها. انما بامر الله الحمد لله في الفتره اللي كنت ماسكها في الحفارات لا جبنا حفار على حساب فلاح، ولا جبنا تطهير على حساب فلاح، كله على حساب الجمعيه المشتركه، لان الفلاح له حق. كل الجمعيات ديت كانت بتساهم، 24 جمعيه في المركز بركة السبع كانت بتساهم في الجمعيه المشتركه، فكان لهم الحق ان هم الفلاح لازم يقف جنبه، وربنا يوفق ان شاء الله بالناس اللي مسكت مكاني ويوصلوا المسيره بتاعت الجمعيه المشتركه. اما عن موضوع بناء المستودع اللي بيخدم ام صالح وجنزور، الفتره بتاع المستودع ايام ما كنا بنعمله كان في خناقه ما بين شنتنا وام صالح الفتره دي، فانا فضلت عملت مستودع غاز برضه لام صالح في زمام جنزور، بقى يخدم جنزور ويخدم ام صالح، بقى يخدم الزمام الاثنين جنزور وام صالح، لان ام صالح صغيره عن جنزور، مستودع فيها جنزور فيها مستودع، تعالى بسمعي. فانا عملت مستودع يخدم البلدين الاثنين هنا وهنا، وان شاء الله ربنا يوفقنا وبنعمل عمل ان شاء الله مستودع. جبت موافقه المستودع على الشهيد فكري برضه، بنعمل لها مستودع غاز عشان خاطر الازمه والزحمه، بامر الله هنعمل لهم ان شاء الله بامر الله السنه دي ان شاء الله، ربنا يكرمنا السنه دي، والموافقه خلصت ومخلصين الموافقه من
و10، فان شاء الله هنجري فيها بموافقه الشيخ فكري بامر الله دلوقتي ونخلصها بامر الله، ونعمل لهم مستودع برضه يخدم الشيخ فكري ويخدم ابو مشهور ان شاء الله. بعد كده كلمنا ابو النور عن الصرف المغطى داخل محافظة المنوفية بشكل عام وداخل دايرة بركة السبع بشكل خاص، وقال: واحنا في 2010 عملت كم طلب الصرف المغطي بتاع الارض الزراعيه، عملت حوالي 12 طلب وعدناهم الوزير في 2010 عشان الارض الزراعيه باظت بالنسبه لجميع المنوفيه كلها، مش هقول لك بركه السبع بس، المنوفيه كلها بقت الارض غير صالحه دلوقتي حاليا للزراعه لان المصارف القديمه كلها اتغطت. واحنا بعت 20 طلب، عملنا 20 شكوى ايامها الوزير على اسم ان هو يغير لنا الصرف المغطي اللي هو القديم، وربنا يوفقه وان شاء الله يعني في امل، وبعت لنا ان شاء الله ان في امل هيغير الصرف المغطي ان شاء الله بامر الله. وفي نهاية الحوار سألناه عن مشكلة المواصلات داخل الدايرة ومشكلة كباري المشاة على الطريق الزراعي اللي بيمر من داخل محافظة المنوفية، وقال لنا: وبالنسبه للحل اللي هو بالنسبه للناس اللي حل المشكله اللي هي بتاعه المواقف دي، ان شاء الله هنشوف لها، هنحاول نعمل سيرفيز لو على حسابنا حتى الخاص يوصل للناس من المدينه اللي خارج المدينه من جوه، لكل واحد يوصل لبيته ان شاء الله بامر الله، وربنا يوفقنا بامر الله. ان شاء الله بالنسبه لمشاكل الطريق اللي هو الكباري دي بتاع الطريق بنحاول نتكلم فيها، هو خطوط طنبشه عملوا لها كوبري مشاة والناس بتسجل تعدي من عليه، احنا نحاول نعمل كباري العربات يبقى افضل بالنسبه للطريق كله نتكلم فيه. لو ربنا كرمنا في الخطه ونفذت، لو ربنا وفقنا ماشي، ما وفقناش يبقى كباري مشاة لجميع البلاد اللي على الطريق اللي هي في بركه السبع ان شاء الله، وربنا يوفقنا. ده كان اختصار لحوارنا مع الحاج جعفر ابو النور الشهير بسعيد ابو النور، مرشح فردي مستقل عن دايرة بركة السبع. للي حابب يتعرف اكتر عن الحاج جعفر ابو النور استنونا في حواراتنا القادمة.